في هذه الحلقه هذه غادي نهضروا على القضيه ديال بيبي كان، واش فريمون خرج من الحبس من بعد ما تشد بسبب شي مضاربه مع شي سينيغاليين وتحكم عليه ب4 سنين و10 شهور. انا رضوان، مرحبا بكم في القناه ديالي رضوان توادا. اليوم غادي نشوفوا القضيه ديال بيبي كان، واش فريمون خرج من الحبس. Tuta del Milan e scarpe bianche da tennis, cammina veloce, scortato dalla polizia penitenziaria nei corridoi del Palazzo di Giustizia. Zaccaria Mughib è comparso davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia dopo l'arresto per la sparatoria nella zona della Movida milanese in Corso Como. Il cantante trap, in arte Baby Gang, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha reso una dichiarazione spontanea in cui ha ricostruito i fatti dal suo punto di vista, dicendo in sostanza che sono stati i cittadini senegalesi aggrediti a sparare per primi con una pistola quella notte a Milano e che loro hanno reagito alla provocazione. شنو هو بيبي كانغ؟ بيبي كانغ السميه الحقيقيه ديالو هي زكريا موهيب، وهو من انجح الرابا في الطاليان. كل ما لاح شي تراك كيحكم الطوندونس في الطاليان. ولكن بيبي كانغ واخا النجاح ديالو في الفن والراب، فراه المشاكل ما كتفارقوش، وديما كنسمعوا باللي مضارب مع شي واحد ولا عنده شي مشكل في شي افير. وفي اكتوبر اللي فات سمعنا باللي البوليس ديال الطاليان شدوه على قبال شي مضاربه معاه مع شي سينيغاليين، وبقى في الحبس من اكتوبر حتى خرج عليه الحكم في جانفي، واللي عطاوه فيه 4 سنين و10 شهور. ولكن البارح سمعنا في واحد الصحيفه باللي بيبي كانغ خرج من الحبس. واش فريمون خرج من الحبس بالمصطلح ديال خرج، ولا خرج وطبقوا عليه شي قوانين ضروري ما يخالفهمش؟ القضيه ديال بيبي كانغ واللي وقعت نهار 3 جوي 2022، والمحامي ديال بيبي كانغ تقاتل باش يحولوا الحبس ديال بيبي كانغ للدار، يعني يحكموا عليه باش يبقى في الدار حتى تسالي المحاكمه ديالو. وهذا الشيء بسبب ان بيبي كانغ مؤثر كبير، لكن ما تسوقوش ليه وقالوا ليه غادي تحبس حتى تخرج المحاكمه ديالو. المهم من بعد التحقيق خرج واحد من السينيغاليين وقال باللي تسرق ليه واحد الشاكوش من وسط هذيك المدابزه اللي وقعت هذاك النهار. وهذا الشيء اللي تسبب في انه يتهموا بيبي كانغ وصاحبه سيمبا بالاعتداء والسرقه. وهنا قال لهم المحامي ديال بيبي كانغ باللي زكريا بعيد على الشاكوش ملي تسرق، وهذا الشيء راه باين في الفيديو اللي تصور هذاك النهار وهما مدابزين. والبارح خرج واحد الخبر واللي قالوا فيه باللي بيبي كانغ تطلق سراحه وخرج من الحبس وغادي يدوز للسجن منزلي. وهذا الشيء من بعد ما ساعدوا المحامي ديالو ودار كل ما في جهده حتى عطاوه السجن منزلي. المهم احنا كنتسناو تخرج المحاكمه، وكنتمناو يخرج بيبي كانغ، وكنتمنى ايضا تنال الحلقه الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاراء ديالكم في التعاليق، ديروا واحد لايك سبسكرايب وطلعوا. Perché aveva un'arma Zaccaria Mughib? Aveva un'arma in quella sera perché la deteneva per difesa personale, si sentiva in pericolo 2 settimane prima del fatto. Sappiamo tutti che era stato gravemente accoltellato